بره البيت. عزومات بره البيت ليها اتيكيت معين، يعني احنا لما نتعزم في مطعم او نكون عازمين ناس في مطعم، السلوك بتاعنا واحنا موجودين على ترابيزه السفره بيكون ليها اتيكيت معين او بعض اللمسات البسيطه اللي لازم ناخدها في الاعتبار علشان تبقى مكمله للشكل الجمالي بتاعنا. ما ينفعش نكون رحنا للكوافير وعملنا شعرنا وحطينا مكياج ولابسين اشيك حاجه عندنا وخارجين مع ناس عشان نقضي وقت لطيف وتصدر مننا شويه تصرفات قد تكون بسيطه الا انها ممكن تلخبط الشكل الجمالي العام لينا كشخصيه وشكل وما الى اخره. هنقول بعض النصايح اللي ناخد بالنا منها واحنا خارجين بره. اول حاجه لما نيجي نقعد على الترابيزه، الشنطه بتاعتنا نحطها جنب رجلينا اليمين تحت على الارض. لما نيجي بعد ما نطلب الاكل والاكل يتحط على الترابيزه، بعض الحاجات يفضل جدا ان احنا نبتعد عنها. اول حاجه منهم ان انا لو عندي رز وخضار مثلا ما امسكهمش اروح مقلباهم على بعض زي ما بنعمل في البيت الرز على الخضار واقلب الاكل على بعضه وابتدي اكل. لا، اخد جزء من كل صنف موجود وانا اخلطهم مع بعض في الشوكه او في المعلقه، يعني اخلي كل حاجه منهم على حده. برضو اول ما اخد الاكل لا يجوز ان انا احط ملح وتوابل والبهارات اللي موجوده على الترابيزه قبل ما ادوق الاكل اللي متقدم لي. الحركه دي هي بتبقى بشكل غير مباشر وغير مقصود نوع من انواع الإهانة للشيف اللي طابخ الأكل. يعني أنا بكون افترضت فيه إن هو لا يجيد ضبط الطعام أو ضبط المذاق، حاطط حاجات مش المفروض يحطها، وأنا بصلح له من قبل ما أدوق حتى الأكل اللي هو عمله. فدي شوية ملاحظات بسيطة ممكن تكون بتضايق أو مش لطيف إن هي تصدر مننا، بالذات إن احنا بنحرص كل الحرص ان احنا نبقى قاعدين في جو كله لطيف وكل الناس مبسوطه وما نزعجش حد. بالعكس احنا بنضيف بهجه وبنضيف روح ايجابيه لليوم المختلف والخروجه اللي احنا بنقضيها بره. لو انا قاعده على الترابيزه ومحتاجه حاجه بعيده شويه ما ينفعش اشب واروح اخدها، انما الافضل ان انا اطلب من اي حد قاعد قريب من الحاجه اللي انا عايزاها يناولهاني. بعد ما اجيب الحاجات وتبقى حاجتي موجوده لما اجي اكل لا يجوز ان احنا المعلقه نملاها بالزياده عن اللزوم. لو كان متقدم لي صنف انا مش عارفه الصنف ده بنتعامل معاه ازاي او بناكله ازاي، فاكرين زي قبل كده اهوت كنا احنا عملنا ساندوتش الكروك مسيو، قلنا من اتيكيت اكل السندوتشات احدى انواع السندوتشات انها بتتاكل بالشوكه والسكينه. قد اكون انا مش عارفه ان النوعيه دي من الاكل بتتاكل بالشوكه والسكينه، لو مش متاكده استنى وبالراحه كده بشوف اداء اللي حواليا او اللي حواليا بيتصرفوا ازاي، وبالتبعيه انا بتبع وببتدي اكل الطبق بتاعي. وزي ما أدائنا له اتيكيت وزي ما الشوكة والسكينة ساعات بناكل بيها الساندوتش، الشوكة والسكينة في حد ذاتها لغة حوار على الترابيزة. الشوكة والسكينة في وضعها على الترابيزة بترسل نوع معين من الإشارات لطقم الخدمة اللي موجود بيها، بيعرفوا إذا كنت أنا مبسوطة من الأكل أو من الضيقة من الأكل أو أنا مستنية الطبق اللي بعديه. خلينا ناخد شوية إشارات أو لغة الشوكة والسكينة على الترابيزة. أول حاجة بنقول الشوكة والسكينة، طبعا احنا عارفين بنمسك الشوكة بالإيد الشمال والسكينة بالإيد اليمين. أول ما بمسك الشوكة والسكينة وابتدي آكل لا يصح إن أنا أرجع أحط الشوكة والسكينة على الترابيزه تاني. وضع الشوكه والسكينه بيكون جوه الطبق، انما الكل وضع فيهم جوه الطبق ليه لغه. لما اجي احط الشوكه والسكينه في الوضع دوت يعني انا متوقفه او باخد هدنه فتره لدقيقه دقيقتين وبعد كده برجع اكمل الاكل. يعني طقم الخدمه بيبقى عارف ان هو مش هيشيل الطبق دلوقتي او انا لسه ما خلصتش الطبق بتاعي، هو هيبقى عارف ان انا واخده هدنه او فتره راحه دقيقه او شويه ثواني وهرجع اكمل تاني. لو انا بعد ما خلصت الاكل بتاعي وحطيت الشوكه والسكينه في الوضع دوت، الوضع كده اهوت، يعني انا برسل اشاره او برسل رساله لطاقم الخدمه اللي موجود في المطعم وبقول لهم ان الطبق دوت مش عاجبني.
ولو حطيت المعلقه الشوكه والسكينه بعد ما اخلص الاكل بتاعي بالشكل دوت، يعني انا برسل رساله لطاقم الخدمه او للشيف وبقول لهم ان الاكل بتاعكم ممتاز جدا. يعني كده اهو الاكل سيء جدا، ولما احطهم موزيين لبعض يعني انا بقول لهم الاكل ممتاز جدا. لو حطيتهم على شكل صليب كده اهو، يعني انا بقول لطاقم الخدمه ان انا مستنيه الطبق اللي بعديه. اول ما احطهم على شكل الصليب يعني انا برسل لهم رساله بقول انا خلصت الطبق الاول ومستنيه الطبق المين ديش. مثلا هو بيحط لي الاول الطبق الجانبي وبعد كده او فاتح الشهيه، وبعد كده انا ببقى مستنيه الطبق الرئيسي، فبقول له خلاص انا خلصت اول طبق عايزه الطبق الثاني، او خلصت الطبق الرئيسي ومستنيه الطبق الحلو، او على حسب المنيو اللي احنا متفقين عليها. العلامه اللي بعد كده ان انا احط الشوكه والسكينه في الوضع دوت، يعني انا بقول لطاقم الخدمه ان انا خلصت الاكل كده خلاص، وييجوا يرفعوا الطبق بتاعي ان انا كده خلاص مش هاكل تاني. ده كده اخر كلام عندي. يعني زي ما قلنا انا في الاول لما بحطهم كده جنب بعض انا بقول لطاقم الخدمه ان انا لسه ما خلصتش، انا واخده هدنه عشان اكمل الاكل كمان شويه. ولما بحطهم كده اهوت يعني انا بقول لهم ان انا كده خلصت الاكل تماما، وحد يجي يرفع الترابيزه. اتمنى ان المعلومات بتاعتنا تكون شيقه وتكون جديده علينا، وناخد بعض اللمسات البسيطه ديت ونتبعها في اول عزومه جايه. وخلونا نطلع فاصل ونشوف طبقنا النهارده بعد الفاصل.